السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان مرحبا بكم في هذا الفيديو. تابعتوا اليوم الندوه الصحفيه ديال وليد الركراكي واللي اعلن على لائحه اللعبه لاستدعاء المنتخب المغربي اللي غادي يواجه البرازيل والبيرو في المباراتين الوديتين نهار 25 و 28 مارس، واللي اغلبيه ديال اللعبه مشاو للمونديال الا 4 اللعبه اللي خرجوا من لائحه وليد الركراكي اللي هما سليم املاح حيتاش مصاب، والياس الشاعر اللي حتى هو مصاب، وبادر بانون ويحيى جبران اللي حتى هما ما كاينينش في اللائحه. يمكن المستوى ديالهم اللي تراجع كما قال وليد الركراكي في الندوه الصحفيه ديال اليوم. هادو 4 اللعابه اللي ديجا كانوا مع المنتخب المغربي في المونديال. اجيو نشوفوا اللعابه جداد اللي تزادوا اللي هما مهدي بن عبيد حارس ديال فريق الفتح الرباطي، شادي الرياض لاعب ديال برشلونه بي اللي عنده 19 عام، عبد الكبير اكبر لاعب ديال الافيس في الدرجه الثانيه ديال اسبانيا واللي عنده 25 عام. هاد جوج لعابه تزادوا كديزاكس ديال ديفونس، وايوب العمري اللاعب ديال نيس الفريق الثاني ديالهم بي وكيلعب حتى مع الفريق الاول مؤخرا وعنده 18 عام. نمشيو لوسط الميدان اللي تزاد فيه عمران اللوزه اللي ديجا كان مع المنتخب المغربي، والبلاصه ديال سليم املاح والياس الشاعر اللي ما كاينينش في اللائحه حيتاش مصابين. وليد الركراكي جاب جوج لعابه جداد اللي هما ياسين كاشطا واللاعب بنجامين بوشواري اللاعب ديال سانت إتيان في الدرجه الثانيه ديال فرنسا، اللي غادي يشوفوا التحركات ديالو واش يستاهل يكون في لائحه المنتخب المغربي الاول.